لو حكيت لك قصة اتنين تجار، الاتنين دول عايزين يروحوا السوق عشان خاطر يبضعوا للمحلات اللي هم فاتحينها، تمام، او يتسوقوا للمحلات اللي هم فاتحينها. التاجر الاول معاه عربية موديل السنة، حاجة كده سوبر واو. والتاجر التاني معاه عربية على قدها قوي. واللي هيروح فيهم السوق الاول هو اللي هيجيب المنتجات او البضاعة اللي عليها العين، واللي هيوصل متأخر هيلاقي ان البضاعة من الاخر كده اتنقضت، فهيجيب بضاعة اي كلام. ده بنظرتنا احنا. طب سؤال مهم، لو تدابير ربنا دخلت وبقت العربية المهكعة بتاعت الراجل التاني ده كانت سر سعادته، ممكن تتخيل ان حاجة زي كده تحصل؟ عاوز تعرف؟ تعال اقولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير وبألف صحة، اللهم امين. النهاردة هنتكلم عن قصة ملهمة بالنسبة لي جدا جدا جدا، وهنتعلم منها 3 دروس مهمين جدا جدا جدا. اهلا بيكم في قناة مسجز، رسائل من القلب للعالم. مبدئيا كده القصة بتاعتنا النهاردة هي ليها بطلين. اول بطل وهو عبد الله بن سوري الحارس ابن العزة، تمام. والشخصية التانية هي حليمة السعدية، مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. القصة بتبدأ ازاي؟ مبدئيا عنوان الحلقة دي انت ممكن تستغربه شوية، اللي هو شقاء حليمة السعدية كان هو سر سعادتها. ازاي شقاء وازاي سر سعادتها؟ هتعرف في الفيديو دوت. عايزك تكمل معايا للآخر، وما تنساش بقى اللايك والشير كده والكومنتس، الحاجات دي بتفرق عشان خاطر الفيديو يوصل لناس اكتر. ويلا بينا نعرف القصة مشيت ازاي. اول حاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت والدته حامل فيه، عبد الله ابوه مات بعد ما كانت والدته حامل فيه في شهرين بالظبط. ودي حكمة ممكن نتكلم عنها في فيديو تاني. ليه عبد الله مات والرسول لسه كان كان لسه والدته حامل فيه في شهرين 2. المهم، اللي حصل كالآتي، ان هو اتولد يتيم. متفقين على كده، يعني هو والده ما كانش موجود، هو اتولد اصلا ووالده كان ميت، تمام. فاللي اتبناه او اللي اتبنى تربيته كان عبد المطلب اللي هو جده. اوكي. العرب كان عندهم عرف زمان كده جميل جدا جدا جدا. مكة بالنسبة لهم كانوا بيشوفوها ان هي مكان مرفه، رغم انه كان مكان صحراء جدا ومليان جبال ولكن بالنسبة لهم ده كده مكان مرفه. فكانوا بيبعتوا الأطفال وهم لسه في سن الرضاعة لمكان تاني عند العرب، تمام، عشان خاطر يعني عودهم يتشد أكتر، تمام كده. والسبب التاني إن مكة كانت مكان تجاري جدا وحيوي جدا، فكان بيجي ناس من بلاد تانية، فكانوا بيخافوا على الأطفال إن هم يلقطوا لغة غير لغتهم. فهم كانوا بيهتموا جدا جدا بان الطفل اللي طالع من العرب ده يبقى طفل قوي بنيانيا جدا، وكمان لابق جدا 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 في اللغة العربية، تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة والدته هي رضعته أسبوع واحد بس، تمام. وكان بيبقى فيه حاجة كده زي نظام موسم المرضعات، في مكان معين بيجي منه مرضعات، دول شغلانتهم بتبقى مثلا هي لسه والدة، تمام كده. فربنا كرمها ان في صدرها في لبن، فبيجوا ياخدوا الأطفال اللي هم ولاد الناس من مكة، ياخدوهم للمكان بتاعهم دوت لحد ما يتموا سنتين يرضعوا هناك ويتربوا عشان جسمهم يتشد، وبعد كده بيرجعوهم ايه لمكة تاني، تمام. المهم اللي حصل ايه، اني معانا البطلة بتاعت الفيديو بتاع النهاردة اللي هنتعلم منها كتير جدا جدا جدا، وهي السيدة حليمة السعدية. السيدة حليمة السعدية هي وزوجها الحارس، الاتنين دول كان معروف عنهم ان هم طيبين جدا جدا، وكانوا بيمتلكوا في الحياة عموما حمار او حماره، اللي هي بيسموها اتان في لغه العرب، يعني حماره مش الذكر، اللي هي الانثى بتاعت الحمار، تمام كده. وكان الانثى دي كانت كبيره في السن جدا، فكانت مهكعه بتمشي على قدها قوي، تمام. وكانوا بيمتلكوا ناقه ما بتدرش لبن، هو جمل انثى مش بيجيب لبن خالص، تمام. في الوقت ده كان عندها طفل، الطفل ده اسمه عبد الله، تمام كده. عبد الله ده حليمة بتقول او السيدة حليمة بتقول عفوا، ان هي قعدت من اول ما هو اتولد وهو مفيش ليلة نيمهم فيها بسبب بكائه من كتر الجوع. لا صدرها نازل فيه لبن ولا الجمل فيه لبن، تمام. فكانت حياة ضنك قوي. وعايزك بقى تركز معايا جدا جدا في التفاصيل، تفاصيل التفاصيل التفاصيل اللي جاية دي، وشوف ازاي صدرها اللي ما كانش فيه لبن ده
والاتان اللي هي كانت على قدها دي هي كانت سر سعادتها. ازاي؟ تعال اقول لك. المرضعات كانوا بيتجمعوا من المكان دوت وبينزلوا لمكة. طبيعي عشان خاطر هي راكبة اتان ضعيف جدا جدا، فكان بيمشي متأخر قوي وبيوصل بعد ما المرضعات التانيين كانوا بيسبقوها لمكة. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتعرض على كل المرضعات اللي هم نزلوا مكة دول، ولا واحدة رضيت تاخده. كان ايه السبب؟ السبب عشان خاطر كان يتيم، فعمر ما جده هيدفع قد الفلوس اللي كان هيدفعها والده، لان والده هيهتم بيه اكتر، فسابوه عشان خاطر يتيم. على ما حليمة السعدية كانت وصلت، كانت لقت ان كل المرضعات خدوا الاطفال اللي هم بقى يعني معاهم فلوس واهاليهم مرتاحين كده، وما بقاش الا مين؟ الا سيدنا النبي. لمين؟ لحليمة السعدية. فجوزها الحارس كان واقف عمال يبص لها وشايف الموقف، ونفسه يقول لها عايزين ناخده، بس هو مش عارف لان هي اللي هترضع، وهو كمان شايف ان ابنهم على قده، والفلوس ابنهم سوري مفيش لبن كفايه اصلا في صدرها ان هو يرضعه، فهو خايف ان هو يشق عليها اكتر. تمام كده. زائد كمان ان الفلوس اللي هتيجي من ورا الطفل او سيدنا النبي مش هتكون الفلوس السوبر واو. تمام. ولكن السيده حليمه قالت انا هاخده، وصممت وقررت ان هي تاخده. ليه؟ عشان خاطر صعب عليها، وقالت يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا من ورا حاجة زي كده ويدينا خير، واللي حسبته لقيته. تمام. لما وافقت سيد الحارس قال لها انا كنت عاوز اقول لك كده، ولكن ما كنتش اقدر ان انا ايه اجبرك على حاجة زي كده. ببساطة جدا بعد ما خدته، اوكي، وجت ترضعه، رضع زي ما تقول كده في حنفية لبن فتحت في صدرها عشان خاطر سيدنا النبي يرضع. وعبد الله ابنها اللي كان عمال يعيط من اول ما اتولد، في الليله دي نام نوم عميق جدا بسبب انه كان لحد ما شبع. لما روحوا المكان اللي هم جايين منه وهم مروحين، فاكر الاتان اللي كانت جايه ضعيفه دي سبقت كل المرضعات للبلد اللي هم جايين منها. ربنا حط البركه. تمام. في الليله دي الحارس بيقول ان انا لما جيت احلب الناقه لقيت فيها لبن كتير جدا جدا، لدرجه ان انا وحليمه بقينا يعني مش قادرين من كتر اللبن اللي احنا شربناه من الناقة دي. تمام. وشوف ربنا سبحانه وتعالى كان عندهم شوية غنم كده، الغنم ده لما كان بيسرح مع غنم جيرانهم كان غنمهم هو بيسمن، والغنم بتاع الناس التانية مش بيسمن. مع راقبوا الغنم لقوا ان الغنم كله بيروح ياكل من نفس المكان. طب اشمعنى الغنم بتاع حليمة بيسمن والغنم التاني ما بيسمنش؟ بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى وضع البركة. اللي انا عايز اقوله من القصة دي ايه؟ ان التاجر اللي كانت عربيته مهكعه دي حليمه، اوكي، وتدبير ربنا سبحانه وتعالى اتحطت في اكتر حاجه انت ممكن تكون شايف ان هي اللي جايبه لك الوش، هي دي ممكن تبقى سر سعادتك. تمام. فانا عايز اطلع معاك النهارده بثلاث دروس مهمين جدا 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 من ورا الفيديو ده او من ورا القصه دي. تمام. اول حاجه، شقائك هو ممكن يكون سر سعادتك، حرفيا والله العظيم بجد. فإن مع العسر يسرا. تمام. انت ممكن تكون الحاجة اللي انت شايف ان هي اللي عامله لك الدوشة في دماغك، ما هي كانت ممكن تقول اه لو كان معايا حمار تاني، طب ما انا ماخدوش بقى وخلاص، ما انا مش هكسب من وراه فلوس و الى اخره. كان ممكن تعمل كده. تمام. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بارك لها عشان خاطر هي ما استصغرتش خير. وده الدرس التاني اللي عايزين نتعلمه النهارده. اوعى تخلي فقرك، واوعى تخلي شقائك، واوعى تخلي الحاجات الصعبه اللي في حياتك تخليك تستصغر خير. ما تعرفش ابدا انهي خير اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجازيك بسببه. ممكن طوبه تركنها في الشارع عشان خاطر كانت هتوقع حد، صلاتك في المسجد في الجماعه، صدقه ممكن تطلعها في السر، جبر خاطر لحد، انت ما تعرفش الخير هيجي منين. تمام. تالت حاجة، هي طيبة قلبك لوحدها كفيلة تخلي ربنا يكرمك. الناس دي عشان ربنا سبحانه وتعالى نظر في قلوبهم وتدابيره شوف مشيت ازاي، ابتلاهم ان الجمل ما يبقاش فيه لبن، وصدرها ما يبقاش فيه لبن، والاتان بتاعتها تبقى ضعيفة عشان توصل اخر واحدة، عشان النبي يفضل ليها هي ويتربى في بيتها، وهي ما تعرفش مين اللي كان معاه في البيت. تخيل معايا كده ان هي اللي فازت بتربية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حرفيا ربح البيع، والله العظيم ربح البيع.
عشان كده عايزين نركز جدا جدا في الثلاث دروس دول، ونتعلم ان احنا ما نستصغرش خير، لعل تكون دي الصدقه اللي ربنا سبحانه وتعالى، او ده الفعل الخير انا اسف، اللي يكون سبب في ان احنا ندخل الجنه. تمام. انا كده خلصت، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. ما تنساش تقول لي في الكومنت استفدت ايه من القصه ديت، وعايزك بقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك فيها، وتفعل زر الجرس بحيث يوصلك اي جديد. واستناكوا الفيديو اللي جاي، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين. والسلام عليكم.